طب نبدأ باللي في النص. قانون الضغوط الحجم ماله؟ ماشي. فلو الحجم ثابت يبقى الضغط ودرجة الحرارة الكلفينية علاقة نسبة وتناسب B1 على B2 بتساوي T1 كلفن على T2. نيجي لأهم فكرة هنا. انت بيبقى معاك عينة غاز، عايز تجيب ضغطها الأول وضغطها التاني. طالما اسمع الغاز محبوس يبقى ضغطه هيبقى شبه المانومتر. انت لو افتكرت كده التجربتين بتوع الضغوط هتلاقي ان الاتنين عبارة عن مستودع متوصل بأنبوبة على شكل حرف يو، واحدة ما بتتحركش والتانية بتتحرك. ده نفس شكل المانومتر. فإذا انت النهاردة لو بتجيب مثلا ضغط عينة غاز محبوسة كأنك بتجيبها فين؟ في مانومتر. ليها 3 احتمالات لو فاكر. لو الزئبق في مستوى أفقي واحد يبقى ضغط الغاز اللي انت حابسه يساوي الضغط. طب لو الخالص اعلى من المتصل بي اي زائد رو جي اتش لو باسكال وزائد اتش لو سنتيمتر زائد. طب لو المتصل اعلى من الخالص بي ضغط الغاز بيساوي بي اي ناقص رو جي اتش ده لو بالباسكال وناقص اتش. هل ضغط الغاز المحبوس في المانومتر يمثل قراءة المانومتر؟ لا. مين يا عم اللي يمثل القراءة؟ فرق الضغط اللي هو دلتا بي، او اللي هو الرو جي اتش او الاتش اللي موجودة في الخالص او المتصل. يعني لو الزئبق في مستوى افقي واحد فرق الضغط بكام؟ 0. طب لو الخالص اعلى يبقى فرق الضغط الحبة اللي عاليين في الخالص. طب لو المتصل اعلى يبقى فرق الضغط هم الحبة العاليين في المتصل، اللي هي ممكن تبقى رو جي اتش او اتش على حسب الوحده باسكال ولا سنتيمتر زائد. دي اعلى فكره ممكن يقولها لك في الجزء بتاع المانومتر. بس خليني اقول لك معلومه اخطر. انت امتى تشتغل بويل، امتى تشتغل شارل، امتى تشتغل الضغوط؟ على حسب مين الثابت، صح؟ يعني لو قال لي عند ثبوت درجه الحراره بويل. طب عند ثبوت الحجم الضغوط. عند ثبوت الضغط شارل. طب افرض ما قالش عند ثبوت مين، يقولها ازاي؟ اسمع. لو قال لك اخطر حته دي، لو قال لك عند رفع درجه حراره غاز في اناء مفتوح. في اناء ايه؟ لو في اناء مفتوح يبقى الضغط ثابت، لانه هيبقى دايما الضغط الايه؟ يبقى قانون مين ده؟ الشرم. طب عند رفع درجه حراره غاز في اناء محكم الغلق يبقى الحجم ثابت. يبقى الحجم ايه؟ الجمل دي بينت اهو مين اللي ثابت من غير ما يقول تاني. العنوان فوق كده عند رفع درجة حرارة غاز في إناء مفتوح يبقى الضغط قانون شرم. في إناء محكم الغلق يبقى الحجم ثابت وقانون الضغوط. دي كل الجمل اللي ممكن يقولها. طبعا في حاجات تبين ان كده كده الحجم ثابت. طب حاجات زي ايه؟ بص يا سيدي. رقم واحد ان انا لو قلت لك ايه؟ كرة معدنية يبقى حجمها ايه؟ ثابت. كرة معدنية. طب اسطوانة غاز اللي هي انبوبة البوتاجاز حجمها ثابت. طب كاوتش عربية اللي هو اطار العربية او كاوتش العربية برضه حجمه ايه؟ كاوتش العربية ده انت بتزوده ايه؟ هواء. ضغطه عالي، اعلى من الضغط الايه؟ يجي يقول لك مثلا ايه؟ احسب فرق الضغط على اطار سيارة. يبقى تطرح مين ناقص مين؟ ضغط الغاز جوه الاطار او ضغط الهواء جوه الاطار ناقص الضغط الجوي، صح؟ يبقى سؤال بقى، لو انت معاك كاوتش عربيه حجمه ايه؟ بس الضغط جوه اكبر من الضغط الجوي، فيسالك يقول لك انا عايز ايه؟ انا عايز فرق الضغط على اطار او كاوتش العربيه. فهتقول له فرق الضغط ده يساوي ايه؟ ضغط الهواء اللي جوه الاطار ناقص الضغط الجوي. فيها حاجه؟ طب من ضمن تطبيقات الضغط عندنا ضغط الدم في جسم الانسان اللي هو الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي. طيب هو الضغط الانقباضي، ركز، الضغط الايه؟ الانقباضي قيمته 120 طور. هو يعني ايه ضغط انقباضي؟ عضلة القلب بتنقبض وتنبسط اثناء عملية التنفس. ولما عضلة القلب بتنقبض اللحظة دي الدم بيتضخ من القلب بكمية كبيرة، اعلى معدل طبيعي ليها
120 طور او مليمتر ايه زائد. ممكن يطلبها بوحده ثانيه فيها حاجه. طب اول ما عضله القلب تنبسط ساعتها بتضخ اقل معدل طبيعي لضغط الدم اللي هو كان 80 طور او مليمتر زائد. يبقى النسبه بين الضغط الانقباضي للضغط الانبساطي كام؟ 120 على 80 او اكبر من الواحد. دي اسمها تطبيقات الضغط. اسمها ايه؟ تطبيقات الضغط. طب جميل. انا هنا اتكلمت عن النسبه والتناسب، واتكلمت عن فكره المانومتر، وبعد كده اتكلمت عن الضغط داخل الاطار، واتكلمت عن الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي. طب مش كمان الحجم ده لما يبقى ثابت مع الكتله الثابته، لان مفيش تسرب بيحصل في بويل او في شرل او في الضغوط، يبقى الكثافه ثابته. وده القانون الوحيد اللي بيقول لك ان الكثافه مالها. طب تعالى لو انا عملت علاقه بيانيه، هي علاقه ما بين الضغط ودرجه الحراره الكلفينيه. علاقه ايه؟ طرديه. ماشي. علاقه ايه؟ ده اسمه الصفر ايه؟ او الصفر كلفن. عنده الضغط بكام؟ ده بجد ولا نظريه؟ التعريف الثاني للصفر المطلق زي التعريف بتاع المره اللي فاتت، بس شيل كلمه الحجم وحط الضغط. هو ايه بقى؟ هو درجه الحراره التي ينعدم عندها حجم الغاز وضغطه نظريا. امال في الحقيقه بيحصل ايه؟ عند الصفر كلفن بيتحول الغاز من الحاله المثاليه للحاله الحقيقيه، يعني بيبقى غاز مسال او غاز صلب ما ينفعش يتحقق عليه تجارب الغازات. طب الرسمه دي قررنا نرسمها بطريقه تانية. قلت لك ايه؟ قلت لك لو عايزين نرسمها نفس رسمه الفوليوم بالظبط، لو عايزين نرسمها ما بين البي وتي سيليزيه ما يعادل الصفر كلفن كان، يبقى هي هتبدا طرديه من هنا كده. طب هنا ايه؟ سالب 273 سيليزيه يعادل صفر كلفن. امال ده صفر ايه؟ يبقى الجزء المقطوع ده الضغط عند صفر، هناك كان الحجم عند. طب بعدها مثلا عند درجة 80 هيديني الضغط الثاني، صح؟ يبقى دي علاقة ما بين مين ومين؟ دلتا بي ودلتا تي. هناك كانت دلتا فوليوم. طب مين القانون اللي بيجمع ما بينهم؟ هنا بيتا بي، هنا يلا ها بيتا بي بتساوي دلتا بي على بي صفر في دلتا تي. انت عايز تجيب الميل تبدأ برافو باللي مكتوب على الصاد، يبقى ابدأ بمين؟ يلا ها دلتا بي بتساوي بيتا بي بي صفر دلتا تي. اشطب الصاد مع السين. مين الميل؟ بيتا بي في بي صفر. طب ما هي بيتا بي بكام؟ 1 على 200 تبقى بي صفر على 273. بي صفر على 273. صعبة؟ طبعا لو عايز تجيب الميل هنا مش لازم فرق صادات على فرق سنان. لو معاك الجزء المقطوع ده تقسمه على 273. نفس اللي انا قلته في الالفا فوليوم هقوله في البيتا بي. خدنا كام قانون؟ 2. انا قسمتهم 3 عشان لو غيرنا درجة الحرارة الثانية، بس احنا هنقول عليهم هنا كام؟ 2. ايه هما بقى الحالتين؟ لو اداني الضغط عند صفر سيليزية او 273 كلفن والضغط عند اي درجة حرارة تانية هنستخدم قانون البيتا بي عادي. يلا بيتا بي بتساوي بي عند تي ناقص بي عند صفر على بي عند صفر في تي. ما هي تي ناقص صفر بتي، صح؟ طب الحالة التانية زي اللي خدناها في الفوليوم. لو معايا الضغط الأولاني عند درجة حرارة معينة ومعايا الضغط الثاني عند درجة حرارة تانية ما فيهمش صفر سيليزية، فكرني القانون اللي هناك كان بيقول ايه؟ فوليوم 1 على فوليوم 2 بيساوي 1 زائد ألفا فوليوم تي 1 على 1 زائد ألفا فوليوم. يلا ها بي 1 على بي 2 بتساوي 1 زائد بيتا بي تي 1
على 1 زائد بيتا بي تي 2. دي أفكار الضغوط. يزيد عليهم تطبيقات الضغط اللي أنا كان المفروض أقولها في الفصل الأول، أنا بحب أقولها هنا، اللي هي الضغط الانقباضي وضغط الانبساط والضغط داخل إطار سيار. أهو بدأ هنا مانومتر، لأن معروف إن لو أنت عايز تجيب ضغط الغاز جوه مانومتر بي اي زائد رو جي اتش أو ناقص رو جي اتش أو بي اي على حسب مين أعلى من مين. هو بدأ الكلام وقال لك مانومتر يتصل بمستودع يحتوي على كمية من غاز، يبقى في مستودع جواه غاز، درجة حرارة العينة دي 10 سيليزية اللي هي 283 كلفن. بص الجملة اللي جاية، وضغط الغاز ده أكبر من الضغط الجوي، يبقى أنهي فرع أعلى؟ الخالص، صح؟ يعني المفروض ان العينه دي يبقى ضغطها ايه؟ بي اي زائد رو جي اتش لو باسكال، صح؟ طب هو كمان ما قاليش المانومتر جواه زئبق ولا لا، بس مش فارقه، لانه قال لي ايه؟ ضغط العينه بتاعت الغاز اكبر من الضغط الجوي بمقدار 10 أس 5 باسكال، يبقى احنا شغالين باسكال. سؤالي ليك وفكر قبل ما تجاوب، ال 10 أس 5 تمثل ايه؟ مين؟ ايوه روجي اتش، والله ما هو بيقول لك ده اكبر من ده بمقدار ده، صح؟ طب ال 10 اس 5 تمثل مين؟ رو جي اتش، وتمثل فرق الضغط. مش ده الفرق بين بي واحد من ضغط الغاز وضغط الجوي؟ يبقى ده فرق الضغط، ده رو جي اتش، ايوه ده اللي موجود في الخالص، ايوه ده قراءة المانومتر، يعني الرو جي اتش ده قراءة المانومتر، ايوه. طب امتى يبقى اتش؟ لو سنتيمتر زئبق. طب ليه قلنا رو جي اتش؟ عشان باسكال، شغالين ايه؟ طيب ما كده يبقى العينه الاولى معايا الضغط الجوي بكام؟ 1.13 من 1000 في 10 أس 5، كده يبقى انا معايا ضغط العينه الاولى. هل ده يمثل قراءه المانومتر؟ اذا ارتفعت درجه الحراره لكام؟ 40، يلا يعني تي 2 بتساوي 40 درجه سيليزيه اللي هي 40 زائد 273 عشان تبقى ايه؟ هو عايز قيمة الزيادة في ضغط الغاز عن ضغطه وهو عند 10، يعني لازم اجيب مين الاول؟ واطرح بي 2 ناقص. طب عشان اجيب بي 2 هطبق قانون بيقول بي 1 على بي 2 بتساوي تي 1 كلفن على تي 2 كلفن. الضغط الاولاني زي ما يطلع معاك، وانت عايز مين؟ الضغط الثاني ودرجات الحراره تي 1 283 والثانيه 40 زائد 273. وطبعا هو عايز الضغط بالايه؟ بالباسكال. وعلى فكره لو عايزه باي وحده ثانيه بعد ما تخلص حوله بقانون التحويلات بتاعه الضغط اللي احنا واخدينه. العلاقه دي ما بين الحجم ودرجه الحراره السيليزيه، وبيسالك عن النقطه الف تمثل ايه؟ طبعا دي تمثل الصفر كلفن او سالب 273 سيليزيه. بيقول لك هنا كميه من غاز حجمها، يبقى انا معايا فوليوم واحد بردت من 27 سيليزيه، يعني درجه الحراره الاولانيه كانت 300 كلفن، اتبردت الى، ما قالش بمقدار، لان هو لو قال لك بردت بمقدار يعني هتطرح منها الرقم اللي هي اتبردت بيه، لكن هو بيقول لك هي بردت الى الرقم ده، يعني بقت درجه حرارتها الجديده سالب 3 زائد 273 اللي هي 270 كلفن. مع ثبوت الضغط يبقى انا هشتغل قانون شر. انا عايز فوليوم 2، هقول له بقى ايه؟ فوليوم 1 على فوليوم 2 بتساوي تي 1 كلفن على تي 2 كلفن، تطلع 360 سنتيمتر مكعب. ده سؤال شبه السؤال بتاع مستويات تفكير عليا لشارل. نعيده تاني بسرعة. الإناء كان على شكل اسطوانة، خد بالك إن مساحة القاعدة موجودة، يعني الأنبوبة مش منتظمة المقطع والطول مش هو الحجم، وبالتالي أنت هتحسب الطول غير لما تحسب الحجم. وهو بيقول لي الإناء ده كان في مكبس عديم الاحتكاك حابس هواء
حجمه، يبقى انا كده معايا فوليوم واحد، وعلى جنب كده اجيب ال واحد اللي هو طول عمود الهواء، بحيث ان انت لو انت حاطط مكبس كده، والمكبس ده المفروض ان هو حابس شويه هواء هنا، انا محتاج اعرف طولهم كام. فلو انا عايز اجيب طول عمود الهواء، هقسم الحجم بتاع الهواء على المساحه، وانت هنا مش محتاج تحول لان كله بالسنتي، سواء سنتيمتر مكعب او سنتيمتر مربع. طب الكلام ده كان عند درجه حراره صفر سيليزيه، يعني تي واحد كانت 273 كلفن. فجاه سخنا الاناء حتى اصبحت درجه حراره الهواء داخله 100 سيليزيه، يعني درجه الحراره الثانيه 373 كلفن، زودنا عليها 273. طبعا الطبيعي ان انت سخنت، يعني المكبس ده هيتحرك لفين؟ لاعلى. طبيعي يبقى فيه حجم هواء جديد، بقى كل ده هواء. يبقى انا كده عايز اجيب فوليوم 2 بالنسبه للهواء، طبعا تحت ضغط ايه؟ ثابت، يعني هنطبق قانون شارل. الاول نقول فوليوم 1 على فوليوم 2 بتساوي تي 1 كلفن على، كده انت هتجيب مين الاول؟ فوليوم 2 بوحده سنتيمتر مكعب. طب ما انا من الحجم ده مع نفس المساحه اقدر اجيب الطول الجديد. كان ممكن انا من البدايه اعملها مع ال على طول، لان المساحه فوق هتروح مع المساحه تحت. انا محتاج اجيب طول عمود الهواء الجديد. انت معاك طول عمود الهواء القديم وجبت طول عمود الهواء الجديد، طبعا انت بالنسبه لك الطول ال2 ده ممكن يبقى الفوليوم الجديده على نفس المساحه، او من البدايه ما كنتش قلت فوليوم 1 على فوليوم 2، كنت قلت ال1 على ال2، لان الايه هتروح مع الايه. لما اطرح الطول الجديد من الطول القديم اقدر اجيب المسافه اللي قطعها المكبس، واللي هو عايزه المسافه التي يتحركها المكبس، واللي هي هتطلع 10 سم. فيها سؤال؟ بص هنا برضه، هنا في حته مهمه لازم تاخد بالك منها. هو بدأ الكلام وقال لك اناء مقفل، وما قالش هنا عند ثبوت الحجم صريحه. فهو ممكن واحد يجي يقول لي انا اعرف منين اصلا ان انا هشتغل قانون الضغوط وهو ما قالش صريحه عند ثبوت الحجم؟ لان احنا قلنا المره اللي فاتت ان في جمل لو هو قالها لك ده معناه ان الحجم ثابت. ايه هي الجمل دي؟ اسطوانه غاز، كره معدنيه، اناء معدني، اناء محكم الغلق، اطار سياره، كل الحاجات دي معناها ان الحجم بتاعنا ثابت. طيب هو بيقول لي اناء مقفل، يبقى انا فهمت ان الحجم ماله ثابت، يبقى انا هشتغل قانون الضغوط. بيه هواء من درجة صفر اتبرد للرقم ده، يبقى تي 1 273 لتي 2 اللي هو سالب 100 زائد 273 تبقى 173 كلفن. فصار الضغط، صار الضغط يعني ده الضغط رقم 2، عايزين الضغط رقم 1. وطبعا كده كده الحجم ثابت، هطبق هنا قانون الضغوط، هقول ايه؟ بي 1 على بي 2 بتساوي تي 1 كلفن على تي 2 كلفن. هيطلع الضغط الثاني 78 و9 من 10. ده الضغط الجديد، صح كده؟ متأكدين؟ ماشي. ده دي البي 1 صح، لأن المفروض كده كده إن الضغط لازم يقل. طب بيقول لي في 5 ضغط الغاز عند 10 سيليزية يتضاعف لما تسخن لكام تحت حجم ثابت. كلمة تحت حجم ثابت يعني هطبق قانون الايه؟ الضغوط. طب هي درجة حرارتي الأولانية كانت كام؟ 10 زود عليها 273 اللي هي 283 كلفن. هفترض ان الضغط في الأول كان بي، يتضاعف يعني الضغط الجديد بقى 2 بي. عايز يعرف درجة الحرارة الجديدة. مبدئيا انت مش شرط تطبق القانون، هو مش الضغط زاد للضعف، يعني درجة الحرارة الكلفينية هتزيد للضعف. يعني لو ضربنا الرقم ده في 2 هجيب درجة الحرارة الجديدة بس بالكلفن. هل الاختيار معاك بالكلفن؟ لا، يبقى بعد ما تجيبها بالكلفن تطرح منها 273 تطلع 293 درجة سيليزية.
غاز A كثافته أكبر من كثافة غاز B، معامل زيادة الضغط ليهم هيبقى متساوي لأنه ثابت لجميع الغازات وقيمته 1/273. النسبة بين معامل التمدد الحجمي تحت ضغط ثابت ومعامل زيادة الضغط طبعا هيساوي، لأن الاثنين قيمتهم 1/273. مسألة كويسة، كانت من ضمن مسائل الواجب بتاع قانون الضغوط. بيقول لك في تجربة جولي، خد بالك ان جولي مرتبط بالمانومتر، قلت لك كده، وان عينة الغاز اللي هتبقى محبوسة هيبقى لها 3 احتمالات او احتمالين واضحين، لا الخالص اعلى من المتصل يا اما المتصل اعلى من الخالص. وضع المستودع في جليد مجروش، قال درجة الحرارة من غير ما يقولها، يبقى كده درجة الحرارة الأولى 273 كلفن مما تعادل 0 سيليزية. كان سطح الزئبق اللي جوه زئبق، يبقى أقدر أشتغل سنتيمتر زئبق، وينفع ملي متر زئبق على فكرة. طب كان سطح الزئبق في الخالص أدنى منه في المتصل بمقدار 44 ملي متر، بس الضغط الجوي سنتيمتر. اتصرف بقى، يا تخلي ده ملي متر يا تخلي ده، طب هنخلي ده سنتي، يبقى كام؟ 4.4، هنقسم على 10. طب الفرع المتصل أعلى من الخالص، يبقى العينة دي ضغطها يساوي بي اي ناقص اتش. بي اي كام؟ 74.4 ناقص 4.4، يطلع كام؟ 70. الوحدة سنتيمتر زئبق. دي العينة الأولى، معايا درجة حرارتها ومعايا ضغطها. وعند رفع درجة الحرارة إلى 39 سيليزية، يعني تي 2 بقت 39 زائد 273 عشان تجيبها بالكلفن، أو هي بالسيليزية كام؟ 39 درجة سيليزية. أصبح سطح الزئبق في الخالص أعلى منه من المتصل بمقدار، اقسم طبعا على 10 عشان تبقى دي سنتي، أعلى بمقدار 5.6 سنتي. يبقى المفروض كده إن العينة التانية ضغطها يبقى بي اي زائد اتش. بي اللي هي 74.4 زائد 5.6 يطلع 80 سنتيمتر زئبق. هو عايز إيه؟ هو عايز معامل زيادة ضغط الغاز مع ثبوت الحجم، طبعا عايز بيتا بي. معاك الضغط عند 0، يبقى هستخدم القانون الطبيعي. هقول ايه؟ يلا، بيتا بي بتساوي دلتا بي اللي هي بي 2 ناقص بي 0 على بي 0 في دلتا تي. عوض معايا، الضغط التاني بكام؟ 80 ناقص 70 على 70 في 39 ناقص 0 تدينا 9. من غير ما استخدم الآلة الحاسبة هتطلع 1/273 كلفن، أو ممكن نقول سيليزية -1. فيها مشكلة؟ طب هنا برضو يقول لي إيه؟ رفعت درجة حرارة كمية محبوسة من غاز، اترفعت من 27 سيليزية ل 87. يبقى أنا معايا تي 1 27 زائد 273، ومعايا تي 2 87 زائد 273، معايا درجتين الحرارة. بتقول لي عند ثبوت الضغط، يعني أنا هشتغل قانون شر، زاد حجمها بمقدار، يعني هيزيد على الحجم قبل التسخين الرقم ده. يبقى أنا هقول له كان حجم الأولاني المفروض إنه فوليوم، صح كده؟ طب يبقى أنا كده حجمي الجديد هيبقى فوليوم زائد 4، وهشتغل بوحدة إيه؟ سنتيمتر زئبق. طب أنا هنا ممكن أشتغل إيه بقى؟ آسف، وحدة سنتيمتر مكعب. أنا هنا ممكن أشتغل فوليوم 1 على فوليوم 2 بتساوي تي 1 كلفن على، طب أنا كده فوليوم 1 بفوليوم على فوليوم زائد 4 بتساوي 300 كلفن على، بقى شوف مجموع دول 87 زائد 273، ومقصك ما تنساش ان ال 300 هتتوزع على القوس. هتجيب مين انت؟ ده الحجم قبل التسخين. هو عايز حجم الغاز عند كل من الدرجتين. يبقى الاولاني يطلع بفوليوم اللي انت جبته، والتاني هتزود عليه 4 وتبقى الوحده سنتيمتر مكعب.